عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله الفيديو الثالث من سلسله تنزيل برنامج اوبر وازاي نشتغل عليه. النهارده زي ما قلت لكم دي واجهه البرنامج، انا طبعا هحط لكم صوره البرنامج على الشاشه وهناخد معاكم رحله ونوثقها من اولها لحد الاخر. طبعا ايه جو جميل كده، فقلت ابداوا من على البحر كده، شكل جميل على الغروب كده، فهاخدكم معايا واحده واحده لحد ما يجي لي رحله، وازاي يعني ايه كل حاجه في تفاصيل الرحله كلها مش هقطعها طبعا، هناخدها كلها مع بعضنا، وممكن ناخد رحلتين كمان احنا ونصيبنا يعني، بس احنا عشان على البحر كده ايه عايزين نخش جوه وبعد كده ايه نكمل. ادي جاي لي رحله، دي رحله اكسكلوزيف بعيد عني بكيلو وهوصله 3 كيلو، ده طرد انا عشان مفعل الطرد، لا مش هقبله، عايز رحله. شوفوا على اليمين فوق كان مكتوب كلمة طرد، فالطرد أصلا بيبقى زي توصيل شحنة أو توصيل أوردرات، فإحنا مش عايزين نوصله أوردرات دلوقتي. طبعا أنت بتتعامل مع العميل إزاي؟ أنت مجرد ما بتقبل الرحلة بتتحرك على اللوكيشن، يعني برنامج أوبر سهل خالص في تشكيله أو طريقة شغله. أنا طبعا عشان البونص معايا كنت مختار البونص ال 25 رحلة، هقف لكم واشرح لكم دلوقتي. خلينا بعيد عن الكيلو، بس خلينا بعاد كده عن الزحمة. تعالى نخش كده في حتة فاضية وايه عشان نعرفوا نتكلم. بص دلوقتي انا دي واجهة البرنامج، طبعا بيجي لك رحلة زي دي مثلا طرد تطابق، بس ده طرد برضه، مش انا عايز اقفل الطرق. التطابق دي انت زي ما قلنا ايه تيجي لكذا حد ممكن ما تجيلكش، طبعا انا مش هاخد الطرد ونقفلوا الطرود من هنا ونخلونا ايه على التوصيل الافريقي بس. طبعا انا معايا بونص وكنت مختار البونص اللي هو ال 25 رحله، ولو زودت عليهم 10 تاخد ايه، او ال 25 رحله ب 250، ولو اخدت عليهم 10 تاخد 80 جنيه. انا طبعا عملت 9 منهم، فاضل لي واحد هعمله معاكم ونخلصوه مع بعض. عايز اوريكم بقى البونص الجديد لما بينزل بتختاروا ازاي. فين يا ربي؟ نخشوا على اكتشف او اكتشف من تحت، برضه ليها مكان سكوتر ده 6 كيلو 46 جنيه، سعره حلو قوي على فكرة، يعني الكيلو واقف فوق ال10 جنيه اهو. دي تطابق يعني كذا حد تاني اخده، ممكن تجيلي تاني لو التاني اللي رفض ده ممكن ترجع لي تاني اهو. برضه نرجع لحتة البونص بتاعنا، بعيد عني ب4 كيلو و8 كيلو ب57 جنيه، هو ثمنه حلو لو انا واقف هناك، يعني لو انا قريب، لكن انا مش همشي له طبعا 5 كيلو يعني. المهم ده البونص الجديد اللي هو من يوم الجمعة للاثنين. دلوقتي انا عايز بختار ايه؟ بختار ال 25 عشان اسهل حاجة واعمله بسرعة، لان اللي فوق كده مش مرايقة. اهو الرحلة جات لي تاني اهو كده. بص الكويست ماتشنج اللي هو ايه يعني لسه بيشوف اقرب حد ولا هيتقبل، فانا مختار ال 250 وبرضه عليهم ايه 80 جنيه لو زودت 10 رحلات. يعني انت مجرد ما تعمل 25 اهي كده الرحله جات لي بعيد عني بكيلو على 3 دقايق، وصلوا مده 14 كيلو 6 كيلو 800 متر وب 46 جنيه، فجميل قوي. هاخدكم معايا واحنا ايه رايحين ليه ونصوروا الرحله. طبعا انا مش هقطع الفيديو ده خالص، بحيث ان احنا ايه اشارككم الرحله كلها عامله ازاي وازاي بنشتغل عليها وازاي بنتعامل مع العميل وازاي لما بيجي. طبعا الفتره الاخيره دي احنا النهارده عشان الخميس ممكن الشغل كويس نسبيا، والنهارده الثانويه عامه خلصت وكده، لكن الشغل بقاله فتره مش افضل حاجه يعني. بس انا النهارده عارف ان الدنيا هتبقى كويسه، بحيث ان النهارده خميس وكمان مع انتهاء الثانويه العامه، فالدنيا يعني ايه لطيفه الى حد ما، والشغل كويس ان شاء الله. فهو الشغلانه دي ليها اوقات، يعني انت اجازتك مع اجازه الناس ازاي. يعني انا لو النهارده يوم اجازه رسمي في البلد انا خلاص اخد النهارده اجازه احسن،
بدل ما انا كنت مثلا هاجز يوم خميس، النهارده الاربع مثلا كنت هشتغل والاربع ده اجازه رسميه، لا اقول ايه اشتغل اجز الاربع بدل ما اجز الخميس وانزل اشتغل الخميس. انا اولى بالايه وقت اللي فيه شغل كتير حلو، واقدر اخد سعر الاوردر بشكل حلو، فساعتها هيبقى الشغل كويس. فانت اشتغل بعقليه اللي هو ايه، طالما مفيش شغل وانا كده كده، انت لو نزلت 24 ساعه ولا 24 ساعه في اليوم في اي وقت ان شاء الله ربنا يكرمك، بس في ساعات بتبقى الدنيا مريحه بنسبه كبيره. تعالوا نخش من هنا عشان ايه اعرف اتكلم معاكم. المهم حاولوا ان انتوا ايه تظبطوا مواعيدكم على مواعيد الناس، يعني مواعيد الموظفين، دخول الموظفين، خروج الموظفين، في المدارس دخول المدارس، خروج المدارس. يعني الخميس بالليل بتبقى عارف ان الناس خارجه فالدنيا هتبقى زحمه. انت شغلك في الموتوسيكل كله في الزحمه، يعني شغلك الحلو في الزحمه. دلوقتي الدنيا زحمه فهتلاقي الشغل كويس. هتقول لي ما بحبش الزحمه، خلاص اشتغل في الفاضي، هتلاقي بيت قليل، هتلاقي السعر قليل. فاهمين قصدي؟ هو كده احنا بص ماشيين على اللوكيشن. اللوكيشن خش يمين، خش اللوكيشن بتاع اوبر. احلى ميزه فيه ان هو بيطلع لك على جوجل ماكس انت اللوكيشن واجهته في البرنامج ذات نفسه، عكس الدرايف هو موجود بس ما بيبقاش افضل حاجه. نروح احمد، خلاص هو كده قريب. السلام عليكم محمد، يلا. طبعا انا من اللحظه دي ما كنتش بكلمكم في الفيديو بحيث ان انا معايا عميل، فانا تملي اي عميل بيركب ورايا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون يعني مقدره واديله خدمه محترمه مقابل اللي هو طالبها. يعني هو طالب خدمه المفروض تديله باحترام، علشان لما تطلب بحقك يبقى انت طالبه بكل حق. يعني انت عطيت للعميل او الزبون اللي جاي يركب معاك كل حقه، فعامة في كل حاجة اديله حقه هو كمان. طبعا العملاء كلها مش زي بعض، ومش صوابعك العشرة كلهم زي بعض، هتلاقي الناس الحلو والوحش فهي ميزة الشغلانة دي عامة ان هي بتديك مهارة جديدة بتكتسبها، ان انت بتعرف تتعامل مع كل فئات المجتمع، السرسجي، المحترم، القليل الادب، اللي مش عارف ايه، المكسوف، اللي بيجح، انت فاهم. فكل واحد وليه طريقة تعامل مختلفة. انت في كل الحالات كل اللي عليك ان انت تهندله دي ازاي؟ انت طالما موتوسيكلك مظبوط، رحت له وما تاخرتش عليه، اول ما وصلت ركب معاك بدون اي حاجه. لو وزنه تقيل حبتين مثلا دي بيختلف عليها ناس كتير. انا عن نفسي بصراحه يعني انا اصلا يعني اختياري للموتوسيكل ده اصلا واتنين مساعدين، علشان لك يعني لما انا بحب طبعا حته الثبات على الارض، بس بحيث ان لما حد معايا تقيل يركب انا ما بحبش بصراحه، انا دي كطبع فيا. وفي ناس انا ممكن ما رمهمش، اللي هو يقول لك انا ممكن اروح لو لقيت الزبون وزنه عالي ما اخدش الرحله. انا بشوف ان هو حقه برضه. يعني انا هتضر، انا مش واثق في نفسي، ممكن نقعه، فخلاص بلاها احسن. لكن انا عن نفسي لا، اي حد حتى لو تقيل باخده عادي. لدرجه ان هي مره بس هي يعني في مره ندمت ندم كبير ان واحد عارفين لعيبه السوم ودي كان شبهه حرفيا ركب معايا. بس ما علينا، يعني الواحد بيبقى زعلان. بصوا الراجل قطع السكه ازاي، كسر الاشاره، ما علينا، العربيات دول صعبين. فالمهم اللي انت يعني حاول تمشي يعني ايه بسرعه ومش بسرعه. يعني ايه تمشي بسرعه ومش بسرعة؟ انت ماشي يعتبر ايه زي الطريق، بس انت ايه بتنجز نفسك، وفي نفس الوقت ما تحسسش العميل اللي وراك ان انت بتجري. انت فاهم قصدي؟ انت بتنجز بس ما يعني مش بتجري. يعني مش عارف انا اوضحها لكم ازاي، بس هي كده بجد. طبعا انت بتعمل ايه اول ما تاخد العميل؟ بتبدا الرحله عادي زي الزرار اللي انا شديته كده في اول الرحله، بتلاقي نفسك تلقائي ان الرحله اللوكيشن فتح في اوبر. انت كده كده اللوكيشن جوه البرنامج، انت ما بتضطرش تطلع لجوجل بلاي. انت لو عايز تطلع في عندك زرار تطلع عليه، بس انا شايف ان هي اصلا المابس بتاعتها حلوه قوي. فانت بتمشي على الماب بالظبط، يعني بتمشي على الطريق وما تجودش من دماغك الا لو حاجه مستاهله. افرض بقى العميل قال لك خش من سكه تانية، يعني انت مثلا في سكه تانية عايز تخشها، تقول له نخش كذا ولا كذا، بس اول كذا ده يعني اللي هتقوله الاول اللي انت تبقى عايزه انت. يعني هو الموضوع عامه يعني اختلاف طريق من طريق، يعني يوم مش بيفرق عامه. يعني هيفرق في دقيقه دقيقتين لو السكه مثلا نفس الطريق مثلا ايه
انتوا فاهمين قصدي؟ فانت ما تدققش في الحته دي. عميل عايز الا بقى لو عميل بقى عايز يلففك من حوالين المجره، لا. انت فاهم قصدي؟ طبعا من الحاجات المهمه قوي ان انت لازم، يعني انا شايفها حاجه ضروريه جدا ما فيهاش تنازل، ان انت يبقى معاك خوذه. الخوذه مهمه جدا قوي في الشغل لاسباب كتير. لو انت في الشتاء هتحميك من الهواء، هتحميك من السقعه، هتدفي راسك، هتحمي عينيك من حاجات كتير، هتحمي جيوبك الانفيه، كل ده بتحمي منه. لا قدر الله، ده يعني رقم واحد لو وقعت او ايا كان، فبتحمي طبعا بنسبه كبيره. في الصيف برضو في ناس، انا من الناس دي اللي انا بتخنق منها في الصيف، في الشمس الجامده. لكن يعني انا عشان ما اكذبش عليكم بضطر البسها، ولكن ساعات لما ما اقدرش خالص ممكن ما بين الرحلات اقلعها. ممكن يعني في رحله صغيره اقلعها، وده طبعا غلط، بس ايه، يعني عشان ابقى صريح معاك يعني. بس الخوذة مهمة جدا حتى في الشمس، هي بتحميك لا قدر الله لو جالك ضربة شمس. فهي بتحمي اصلا من الشمس، يعني هي انت راسك الشمس كلها هتنزل على الخوذة مش على راسك، انت بس هتحس بخنقة. انت طبعا لو فتحت الفايزر، لو مشيت يعني مثلا في طريق جايب مثلا سرعة 40، خلاص انت كده كده الهواء بيخش وبيبرد كل حاجة. طبعا بقى حاجة تانية من مميزات اللي في برنامج اوبر زي اللي حصل دلوقتي كده، ان جالي رحلة اثناء وانا في الرحلة. يعني انا دلوقتي الراجل راكب ورايا بوصله، جالي رحلة. الرحلة دي كان بعيد 0 كيلو حرفيا، و0 دقيقة. 0 دقيقة دي فين؟ يعني مطرح اللوكيشن اللي انا هنزله هو واقف مكان ما انا هنزل التاني. فدي بتبقى حاجة جميلة جدا. وكان رايح تقريبا 3 كيلو مش عارف بكام. انا مشكلة بس ان انا كنت مصور الشاشة بتاعت التليفون، ولكنها بصراحة اتمسحت، فكنت هحطها لكم في الشاشة، بس للأسف ده ملناش نصيب. هو طبعا بيتصل هنا، انا ساعات انا ما بحبش اللي يتصل بيا، انا ساعتها رديت عليه. ايوه تمام، انا جاي عليك على طول، انا عند الدنيا بس الكلام ده دي بالظبط ان شاء الله دي اكون عندك. لا خليك على البطيء، انا كده كده داخل على البطيء. زي ما سمعتوا ان انا هندلت العميل من الاخر، مع اني اكتر حاجه بكرهها بصراحه ان الانسان يتصل بيا، يعني هو بعد ما قابلت رحله، فانت عارف ان انا سايق ليه تتصل بيا، بتبقى حاجه مستفزه. بس انا الحمد لله عشان انا حاطط يعني ايربودز في ودني وجوه الخوذه، فصوت المكالمات بيبقى حلو فيها، فبعرف ان انا ارد على العميل وانا سايق. فدي بتبقى حاجه وحشه قوي مع الناس اللي هي بتبقى مش لابسه خوذه ومش لابسه سماعات، فبتضطر اللي هي يا يطلع تليفونه وهو سايق، وده بيبقى خطر جدا، يا اما يقف على جنب، وده بيأخره برضه. ففي كلتا الحالات انت بتتأخر، والعميل اصلا انت بتتأخر عليه، فمحدش مستفاد. انت طالما حاطط اللوكيشن صح ليه تتصل؟ طبعا زي ما انتم شايفين انا بمشي على مهلي، وفي نفس الوقت بحاول انجز، يعني انا بعدي العربيات برضه، وبحاول ان انا ما اغلطش وانا سايق، بحيث ان ايه، يعني ربنا يسترها من الاخر. لان الموضوع الشغل ده بالموتوسيكل، هي السواقه عامه ممتعه قوي، حتى الشغل ده ممتع جدا، لكنه مرهق جدا وخطر جدا. يعني خطر دي جدا، يعني لا قدر الله غلطه بفوره حرفيا، يعني الغلطه في الشغلانه دي بالذات بفوره او وحشه. يعني انت يعني لا قدر الله وقعت ولا ايا كان، اقل حاجه هيحصل فيها الموتوسيكل مثلا، اي حاجه فيه بفلوس. انت لو طلعت اصلا جسمك سليم اصلا، ده انت تحمد ربنا ساعتها ان انت ايه، يعني على الاقل جسمك ايه ما يتعوضش بملايين يعني. فالحمد لله، وحاول ان انت تمشي على مهلك، او ان انت تخلي بالك على نفسك، وتبقى واخد بالك من السكه والطريق ومن غلطات الغير. يعني انت ما تستناش اللي قدامك يغلط، او شوفه وهو بيغلط انت توقع غلطه، بحيث ان انت ما تقعش في, في عواقب الغلط اللي هو هيعمله، وامشي. وهتقابل من ده كتير قوي، يعني في اليوم الواحد هتقابل ياما. فانت حاول ان انت تخلي بالك من غلط الناس، مش بقول لك انت ما تغلطش، لا، من غلط الناس. انت فاهم؟ السواقه في مصر طبعا صعبه زي ما انت عارف. وانا طبعا اي عميل بحب اساله كتير انت عايز تعمل ايه، عشان انفذ اللي في دماغه وخلاص. بساله ان في فتحه في الوش، قال لي اوبا لا، بس ما علينا، كده كده هتلبس مطبات في العادي. فبقول له مش في فتحه في الوش، قال لي لا، علشان لو دخلتها هتقطع الطريق.
فهي الفتحة هي فتحة بتعدي هي زي جراج او ايا كان بتعدي الطريق. هيطلع من هنا ولا فقال لي لا خد الملف التاني. فانت تملي يطلع من الفتحه؟ بقول له اطلع منين، هو اصلا يعني باسئلتك للعميل هو بيبقى حافظ المكان اكتر منك، حتى لو انت حافظ الدنيا كلها فانت بتلف كتير، حتى لو انت المكان رحت قبل كده ممكن بتنسى مش عارف ايه، فهو اصلا بيته فهو حافظ الدنيا كلها هناك. طبعا العميل كان مستنيني يعني بعد ما نزلته بخطوتين، لكن للاسف الشديد ان الكاميرا فصلت. فبرضه هكلمكم عن حاجه سريعه، ان ساعات لما انت اصلا قبل الرحله بيظهر لك الرحله دفع نقدي، دي بتبقى كاش، ما ظهرلكش كلمه دفع نقدي، فدي بتبقى فيزا. فدي في الحلقه دي هنا كانت فيزا. فانا مجرد ما بخش ب... يعني بعمل اكمال وخلاص، ما بتكلمش انا عايز تاني. اقول لكم دي تالت مره اصور الكاميرا عماله تفصل، انا اسف يعني. طبعا انا اخر رحله دي انا نزلت الراجل، كان معانا رحله برضو زي ما كان موضح لكم في الشاشه، ان احنا خدناه على بعد نفس المكان اللي انا نزلت فيه الراجل، اللي انا نزلته اخدته من نفس المكان بالظبط يعني ما اتحركتش. فخلصته وكده كنا احنا فاضل لنا رحله ونعمله اللي هو البونص الاسبوعي اللي هو ال10 رحلات فوق ال25، يعني احنا عاملين 35 رحله وعملنا واحده كمان بقينا 36. بس احنا اخرنا اصلا في البونص الاسبوعي 35 لان احنا مختارين كده. لو احنا كنا مختارين اعلى كنا ممكن يبقى يعني مثلا لو كنا مختارين 35 كنا كده حققنا ال 35 وفاضل لنا 10 حققناهم، هناخدوهم مش هناخدوهم مش هنحققهم مش هناخدوهم. طبعا انت بتعرف ازاي ان البونص نزل لك؟ بتخش على اخر قائمه من على الشمال بتبقى اظهار المرخص الدخل، هتلاقي 80 جنيه نزلوا لي اللي هم بتوع ال10 رحلات. طبعا في كده خلاص الاسبوع خلص. بالنسبه لليومي يعني انا دلوقتي عندي تقريبا عندي اهو بونص يومي 9 رحلات ب 80 جنيه. هنعملهم برضو بس انا مش هعملهم معاكم عشان ايه، كفايه كده مش عايز اخلي الفيديو طويل، كفايه اللي انا ايه الراجل اللي على الريق وان انا هعمل فويس اوفر على الفيديو ده. فبس فانا بقول لكم ان انا كده شايف ان برنامج اوبر انا بصور صح كويس. الواحد بقى الكاميرا بجد صعبه. فيعني شايف ان البرنامج اوبر يعتبر اسهل برنامج تبدا عليه من كل البرامج، ودي برضه سهله بس بالنسبه يعني دي نفس القاهره بس نفس الفكره بس لو في القاهره. كسهوله برنامج وان هو كاوبر برضه اللي انت بتاخد عليه تعويض، ولو في عميل لغى الرحله او وقفت انتظار، كل الحاجات دي يعني زي ما تقدر تقول ايه ان ليك تقدير شويه. لكن انت في الدرايف انت ممكن تروح لواحد مشوار ومجرد ما توصل يلغي وياخدوا منك العموله، وساعات بيرجعوها ساعات لا، بس هو في الاغلب بترجع ساعات يعني مثلا ياخدوا منك العموله اصلا مجرد ما بتقبل الاوردر. طب انا يعني تاخدوا مني عموله والراجل هو اللي مكنسل؟ لا معلش هو السيستم كده. فموضوع برضو غلس شويه، فانا عشان كده بفضل اشتغل على اوبر بس. ولو وصلت لحد هنا واستفدت بس لو معلومه صغيره بس من الفيديوهات من الحاجات اللي انا قلتها، فدي كفيله عندي بس ان انت ايه تكون مضيعتش وقتك معايا بس. واتمنى تصلي على النبي وتحط اشتراك ولايك كل الكلام الحلو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.